السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصي بقى، عندك جلاش مكسر، عندك جلاش ناشف، اي جلاش ملوش اي لازمة في الفريزر مزحم الدنيا. تعالى اقولك على احلى طريقة تعملي بيه اكبر صينية على اليوتيوب ان شاء الله. بصوا بقى، عندك اي انواع جبن، عندك مفروم، عندك فراخ، عندك اي حشو. الحشو ده انا مش هقولك عليه، الحشو اللي انت عايز تحطيه حطيه. عندي الجلاش اهو، اقطعه حتت، ولو هو مكسر لو هو ناشف برضو مش هيأثر معايا في اي حاجة. تمام. هجيب الصينية هدهنها سمنة واحط فيها الجلاش اللي مضايقك، ما تقلقيش حتى لو كان ناشف مفيش اي مشاكل، كل ده هيطرى معايا. تمام كده. هجيب بقى الجلاش عندي هحطه في الصينية اهو زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين اهو. لو انت برضو عايز تعملي بطريقة فراخ، في طريقة جميلة اوي برضو هبقى انزلها لكم بالفراخ. عايزة بالجبن بس مفيش مشاكل، عندك مفروم حطي، شوية زيتون أي حاجة يعني. أدي لانشون عندي، عندي جبنة شيدر، عندي بواقي مفروم، أي حاجة عندي. يعني أنا قررت ألم أي بواقي عندي في التلاجة وهعمل بها الصينية دي. كانت أحلى وأجمل صينية وطعمها جميل جدا. يعني بصوا أي حاجة تحطيها من جوه، وزيتون المخلي طبعا ما تنسوهوش. تمام. خلاص أنا كده حطيت أي حشو عندي، مش هحدد لك حشو معين. وادي جبنه موتزاريلا برضو، لو ما عندكيش ما توقفيش، ما فيش اي حاجه هتوقفك. تمام. برضو قطعت اللفه التانية بنفس الطريقه عشان ما اضيعش وقتكم. برضو هفردها كده عليها، هغطيها، وزي ما انتوا شايفين هجيب السمنه واحط عليها سمنه. عندي بقى هنا بيضتين وشويه فلفل اسمر وكوبايه لبن. تمام. طبعا هفضي الحاجات دي كلها على الجلاش. ادي كوبايه اللبن، لازم كل حته في الجلاش تطول اللبن ده، عشان كده بقولك لو عندك جلاش ناشف ما تقلقيش، كله ان شاء الله هيطرى. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، طريقة جميلة وسهلة جدا، وبتلم اي حاجة مكسرة او اي بواقي انت مش عايزاها في الفريزر، بتحتفظي بيها، بتطلعيها مرة وتعملي صينية زي كده. بصوا بقى كده، في بقى تكة كده انا عملتها من عندي ان شاء الله تعجبكم. هجيب نص كوباية لبن ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، لان البيكنج باودر هيخليها طرية وهيخليها منفوخة. تمام. وادي الزيتون على الوش، وكان عندي حبة سمسم حطيتهم، وموتزاريلا ودخلتها الفرن. بسم الله ما شاء الله طالعة جميلة جدا. اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، هقطعها معاكم زي البيتزا بالظبط. اهي زي ما انتوا شايفينها، جميلة جدا وطرية وعالية كده، حلوة ان شاء الله طعمها يعجبكم، وان شاء الله تجربوها. يا رب ان شاء الله اكون فدتكم بأي معلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.